هنعمل بقى مع بعض الكباب حلة بطريقة زمان، جميل جدا وكان طعمه تحفة. كملي معايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. عايزين نعمل مع بعض الكباب الحلة. نيجي هنا كده على حلة تكون سخنة، نبدأ ننزل باللحمة اللي عندنا متقطعة مكعبات صغيرة، مش صغيرة قوي. ويفضل ان اللحمة يكون فيها نسبة من الدهن، عشان هي دي اللي انا هخلي اللحمة تستوي فيها. لو انت عندك لحمة حمرا تقدري تضيفي دهن قبل ما تضيفي اللحمة. تبدأي تحطي بقى المادة الدهنية بتاعتك، سمنة، زبدة، اللي انت عايزاه. بس انا هنا حبيت اخلي اللحمة تستوي على الدهون اللي هتنزل منها، ده بيديها طعم جميل جدا. اجي كده في حلة سخنة انزل اللحمة وابدأ اقلب فيها لحد ما تتشمع. تمام، ما تقلقيش، مش هتلزق منك وتتحرق، لا، هي بس اول ما هتنزل هي هتلزق، وبعد كده هتبدا تنزل الدهن اللي جواها والميه اللي جواها، هتبدا تفك كده من الحله ومش هتتحرق، ما تقلقيش. المهم بقى السر في الوصفه ان انت لازم تغطيها وتوطي النار عليها. انا هنا غطيتها ووطيت النار عليها وسبتها بقى تستوي على الميه اللي هتنزل منها وعلى البخار. بصوا البخار طالع ازاي في الغطا لو هو باين. على فكرة كنت بصور والنور قاطع، معلش بقى لو الإضاءة مش حلوة. وبعد كده فتحت قلبتها لقيتها فكت من الحلة، قفلت تاني وسبتها تكمل سواها عادي، ما تقلقيش، يعني مش هيحصل لها اي حاجة. وبعد كده اكون مجهزة بقى عندي بصل مقطعاه جوانح. وهنا بقى بصوا كنت بوريكم المية اللي نزلت من اللحمة، وهي حطيت عليها بقى فلفل اسود، رشيت عليها فلفل اسود، وهبدأ انزل بالبصل اللي انا مجهزاه عندي واغطي، وكل ده وانا موطية النار. اسيبها بقى اللحمة مع البصل تستوي. بعدها مثلا ب10 دقايق افتح اقلب واغطي تاني وهكذا. المهم افضل اقلب فيها كل 5 دقايق، واخلي بالي انها ما تلزقش مني. اول ما الاقي الميه اللي بتاعه البصل نشفت، ازود انا ميه خارجيه. ما شاء الله الكميه اللي هنا دي كانت كبيره، فحطيت لها نص كوبايه ميه. لو انت الكميه اللي بتعمليها قليله تقدري تحطي ربع كوبايه، معلقتين ميه، 3 معالق ميه، على حسب الكميه اللي انت بتعمليها. حتى انا لما حطيت الميه هي مش باينه اساسا من اللحمه. ونرجع نغطي، والنار احنا موطيينها من الاول، مش هنعليها خالص لحد ما تستوي، واسيبهم بقى مع بعض. هنا لقيتهم ما شاء الله البصل كان خلاص يعتبر دبل وكرمل، واللحمه كمان كانت يعني قربت تستوي. رحت بقى ضفت فلفل حامي، وانتي ممكن تستغني عن الخطوه دي لو انتي عندك اطفال، بس صدقيني طعمها كان جميل جدا. يعني لو انتي الاكل بتعمليه ليكي لوحدك او مفيش اطفال هتاكل معاكي، تقدري تحطي الفلفل الحامي ده، هيودي الطعم في حتة تانية. وترجعي تقلبي وتغطي بقى الحلة، وبرضو انتي موطيه النار. انا عماله اكد على الاتنين، الغطا مقفول والنار واطيه. هنا بقى كانت استوت تماما. بصوا بقى المنظر، البصل كرمل وداب، واللحمه كمان دابت في البصل واستوت واخدت لون الكرمله. وعايزه اقولك طعمها كان جميل جدا. لو انتي حابه تضيفي جوز الطيب براحتك، بس انا هنا ما حطيتش جوز الطيب، انا اكتفيت بالملح والفلفل الاسود فقط. حابه تحطي جوز الطيب ماشي، حابه تحطي بهارات برضو دي بتاعتك انتي، لكن جربيها بالملح والفلفل الاول وشوفي نظامها ايه. ولو عجبتك تمام، ما عجبتكيش تقدري تحطي التوابل اللي انت عايزاها. لو تلاحظوا احنا الملح حطيناه في الاخر بعد ما الاكل استوى، انا ما بحطش الملح في الاول خالص، انا بحط الفلفل الاسود بس، وبعد كده الملح في الاخر خالص. تقدري بقى تقدميها مع رز ابيض او رز بسمتي او مكرونه اللي انت عايزاه. انا هنا حبيت اني اقدمها مع شويه ملوخيه كده. على فكره الملوخيه دي ما كنتش مخزناها، يعني مش دي اللي احنا خزناها سوا، ان شاء الله اللي احنا خزناها دي انا هصور لكم فيديو ليها. وبكده الفيديو بتاعي يكون خلص، يا رب يكون عجبكم، يا ريت تجربوها وتقولي لي رايكم ايه. وما تنسونيش بقى في الاعجاب وفي المتابعه. اذا كنتي على الفيسبوك اعجاب ومتابعه، ويا ريت لو شير. ولو كنتي على اليوتيوب ما تنسينيش بقى في الاعجاب والسبسكرايب. وشكرا جدا ان انتوا كملتوا معايا الفيديو لحد دلوقتي. اسيبكم بقى مع الجمال ده.